اليوم على غدا جا السيد خطب البنت. المهم جا السيد خطب البنت الاخرى تنكرات، ما بقاتش كتجي عندها، ما بقاتش كتوصلها، شدات رجليها امات البنت اللي هي ما فحالهمش، تقول لي مالك بنيتي ما بقيتيش كتمشي عند صاحبتك، ما بقيتيش هذيك الاخرى كتجي عندها وكتخبى عليها، هذيك اللي لاباس عليها كتجي عند البنت اللي الاخرى وكتخبى عليها، ما كتمشيش حتى كتلقى هي مالك غير عيانه غير الساعات ولله غير. تفكرت مزيان وخططت اش بغات دير. مني فكرت مزيان وخطات ولات كتجي عندها للدار، نهار اللي بغات تمشي البنت تخيط حوايجها ولات كتجري معاها في العرس وكتخيط معاها وتجري هنا وتعاود تجري هنا وكتقول لها امها شوفي هذه هي صاحبتك الوحيده عندك يا بنيتي تجوجي وتخلي عليها، يعني لدرجه العروسه فاش حطات كاشطي تخيطو حطات لها حتى هي تخيطات ليها معاها باش تبرز في عرسها.